يحاول يمر يجتاز عمار، كرة خطرة هذه، والهدف الأول. الهدف الأول عن طريق يونغ شانغ يونغ يسجل الهدف الأول. يونغ شانغ يونغ يسجل الهدف الأول بالدقيقة 43 من عمر المباراة. كرة اجتاز منها الظهير اللاعب عمار محمد ضياء، وبالتالي يلعب كرة عرضية إلى عمق منطقة الجزاء. شوف اجتاز المدافع واللاعبين خالين من الرقابة يتركها، وثلاثة لاعبين خالين من الرقابة والضغط، وبالتالي الكرة إلى داخل الشباك. شوف يعني المفروض اللاعب يعود مؤمل ويصل اللاعب. ركلة جزاء للمنتخب العراقي. قدام وهدف التعادل. هدف التعادل عن طريق منتظر محمد جبر بالدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضايع. منتظر محمد جبر يسجل بالدقيقة 46 هدف التعادل لمنتخب العراق من ركلة جزاء. 1-1. تقدم منتخب كوريا عن طريق جيونغ شانغ يونغ بالدقيقة 43، وعاد المنتخب العراق من ركلة جزاء بالدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضايع من ركلة جميلة رائعة من منتظر محمد جبر. اتقدم منتظر محمد جبر من ركلة جزاء بالدقيقة 50 يسجل الهدف الثاني الشخصي له. اليوم يومك يا منتظر، اليوم يومك يا منتظر. صنع ركلتي جزاء وسجل الركلتين. شوف خداع للحارس، الحارس تصور انه راح يلعب له على نفس الجهة. ذكي منتظر، والله ذكي يا منتظر، الله يحفظك، ربي يحفظك. منتظر محمد جبر يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء.